تأسف عادل رمزي مدرب الوداد الرياضي لكرة القدم لضياع لقب الدوري الإفريقي بعد الخسارة من ميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة هدفين نظيفين في مباراة الإياب. وقال رمزي في تصريح صحفي بعد المباراة إنه متأسف جدا لضياع اللقب والخسارة بالنتيجة المذكورة، وإن الفريق لم يظهر بالشكل الذي يلعب به دائما، مبرزا أن العامل البدني أثر في مردود اللاعبين في الإياب. كشفت المعطيات التي ضمنتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في التقرير الذي أحالته على مجلس النواب بمناسبة مناقشة ميزانيتها الفرعية أن مصالحها تلقت سنة 2023 حوالي 16,000 شكاية من المغاربين المقيمين بالخارج، ما حققت زيادة بلغة 1000 شكاية مقارنة مع العدد لمسجل السنة الماضية. عادت أسعار الخضر وبعض المواد الأساسية إلى الارتفاع مؤخرا رغم الجهود الحكومية المعلنة لمحاصرة التضخم وتحقيق نسبة نمو تصل إلى 3.7% سنة 2024 وفقا لفرضيات مشروع القانون المالي للسنة المقبلة. فيما يوضح هذا الارتفاع الفجائي فيما يخص الخضر الأكثر استهلاكا من لدن المغاربة وفق متتبعين أن شبح التضخم ما زال حاضرا.